بسم الله، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم كامل أخوتي وأخواتاتي معايا في هذه لا فيديو، إن شاء الله تنال إعجابكم بارك. اليوم جبت لكم بقلاوة إكسبريس تقليدية، يعني سريعة بدون تعب بدون جهد بدون آلة توريق، والنتيجة راكم تشوفوا فيها روعة روعة. والحشو كيفاش يجيك معسل وطري، بسم الله على بركة الله. عندي 3 عبار تاع فرينة، وهذا الرابع. ربع عبار تاع فرينة يكونوا مبلاطين ماهيش بومبي. نديرو عبر ناقص الربع تاع السمن يكون دايب وبارد. نقصوا اكدوا لي لا بارد قد لي تحطي صبعك فيه. بسم الله. ندير هذاك الليدام في وسط الفرينه ونبدا نبسس الفرينه تاعي غير بيديا ونبسها حتى ندخل مليح هذيك السمن قلت لكم السمن اللي بدير ماكارين دير. انا نخدم غير بالسمن البقلاوه، تجيني بزاف شابه وتجي العجينه مقرمشه الله الله عليها. هنا بعد اللي بسصايه نعطروا العجينه تاعنا، ندير ملعقه صغيره تاع لافاني. الملح انا نديرو مع الماء والمازار نذوبه، ما نديروش في وسط العجينه. دوك نوري لكم. هنا ندير عبر فوالا تاع ما بين ماء وماء الزهر، بصح الا خصك لمي زيدي، خاطش كل فرينه وكيفاه. العجينه تكون ماشي ناشفه وماشي طريه حتى نقولوا مطلوقه، شاده روحها طريه طراوه شابه. روحي معها غير بالعقل. اني نذوب في داك الملح ونبدا نلم غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه قلت لكم طريه. الشيلات هنا ما ديروش الماء يكون بارد، دفوه لاخاطش مع السمن خصوصا المبتدئات يدير لكم ليغروم. هنا بعد اللي لميتها يعني واحد دلكتها غير شويه غير شويه هكا في بصبعك، شو طريتها قسمتها على 10 بين ندير 5 لتحت و5 اوب نديرهم الفوق. كيما تبغي ديري 4 وديري 6 الفوق، يعني هي اللي تبان بزاف الطبقه الفوقانيه. ندير كرات ونديرهم في ساشي. انا هنا الصباح غير كي نط خدمتها وغلقت عليهم هي والحشو ورحت خدمت شغالتي حتى ريحوا بالك فات ساعتين. هنا 3 عبار بهذاك العبر يكون بومبي تاع كاوكاو محمص ومرحي، ملعقه صغيره يعني نص ملعقه تاع قرفه، ملعقه تاع لافاني تاني صغيره. هنا نورمالمون عبر الا ربع تاع سكر عادي، انا نقص درت نص ما نبغيش الحلاوه بزاف وتجيني في العبر. وهي اللي بدير عبر ناقص الربع سكر ديري. بون بعد اللي دخلت كامل هنا نشوفوا كيفاش نبدا. ماء الزهر فقط بديت بسي في هذاك الحشو، بسوه يعني يولي كيما الطعام مفركت، ما تتلمش العجينه هنايا، ما تكونش ملمومه لا فاخس. فهمتوني الشيرات؟ ركزوا معنا الشيرات غير وحده وحده وانتم فهمتوا. جربوا هذه الطريقه راهي بزاف سهله وعمليه في نفس الوقت. هنا نوري لكم في القوام كيفاش راني وحدي هنايا ولا غير غبنت في التصوير. شوفوا هنا نغطي عليها ونخلي هذاك السكر يذوب على خاطره. بون هنا ريحت غايه قلت لكم بالك فاتت ساعتين. نجيب النشا ونبدا نورق في العجينه تاعي غير كراتها. شوفوا حليتها هكا بون وندير. وما تنساوش ما كل طبقه ديروا نشا مايزينا. نروح بها ندير 5 طبقات، يعني حاولت باه يكون الفيديو قصير. شوف كي تكون مريحه العجينه تساعدك علامه. بون هنايا راني ندير في الطبقات نديرهم في زوج. نفتح كاع 5 وندير طبقات وندير النشا، يعني النشا ديروا ما تخافوش. هنا راني كملت هذه الطبقه الخامسه، نفس الشيء مع الاخرى نديرهم ونخليهم يريحوا. نجيب اللي فتحتهم الوالا. انا حاولت نعمل فيديو باش ما يكونش طويل او ميم طون تفهموا الشيرات، سورتو البنات المبتدئات كيما هكا ونروح بها. انا ما تنساوش الشيرات، ديروا النجام اللي نسات باديرنا دير النجام الفيديو بيطلع الاخوات هما تاني يستافدوا من الوصفات. وتعليق مشجع ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. فقط هذا مكان نقدموا الافضل للجميع يا رب. استغفر الله. ايا كيفاش خليت هاد اللقطه ما فوتهاش بالخف باش الفيديو ما تجيش طويله. هلا 5 بون نجيب الطبقه اللي فتحتها الاولى. الصينيه هنا راهي 30 على تقريبا 29 هكا. لا
25 25 حتى 28 مام. شوفوا هنايا ما تفتحوهاش رقيقة الطبقة دهنوا الصينية بالسمن، دهنوها غاية. قلت لكم الطبقة الأولى ما تحلوهاش رقيقة، هذيك الطبقات اللي فتحنا حلوها خشينة، لعلاه هذيك الطبقة هي اللي غادي ترفد الطياب بزاف، فهمتوا الشيء. حلوها يعني متوسطة، مش خشينة متوسطة. نجيب الحشو ديروه كيما هكا بهذه الطريقة، ماشي تبلاطوه، يعني وزعوه كيما هكا بيدك، ووزعي الحشو، حاولوا كامل تاع عمرو الفارغ. نجيب غير شويه هكا تاع السمن ونديره من الفوق، يعني غير هكا وصافي. نعاود نحل الطبقه الثانيه، دوك نوريلكم السمك تكون رقيقه، هي تتورق وحدها في الفوغ. راني درت الطبقه الثانيه، نقلعوا هذاك الزوائد كامل، نفتح. درت شكل تاع ورشه ودرنا حبه كوكب من الفوق. كانت بنتي معايا هي اللي عاودتني هذاك الشكل، لا ما نجملاش، مانيش نجم خلاص. هذا الصوالح للبنات، يعني ماشي خدمتها بزاف في البقلاوه، كنت نخدم بها لي كوموند حتى 200 حبه كنت نخدمها، يعني ما نكذبش عليكم الصحه طيح. هاد الحلويجيه تقولهم غير دوكا والله يسمك الصحه، والله ما كاينش كيف كي خدمتها بزاف. والله بزاف شي. الحمد لله. شوفوا انا بنديرها مربعات فقط، اللي بدير مثلثات ندير دو دوا، يعني زوج صباعتين ونبدا نقطع. الاولى خليتها هكا، مبغيتش ندير السطح، راني عارفه بلي هذيك غادي تنتكل، ومنها لا درت لي شيت نقولوا هذيك، وقطعتها كامله مربعات. درنا قلت لكم طابع تاع الورشه، حبه كما تشوفوا، كاس العبر، كاس تاع السمن، ونبدا ندير بالعقل. هذاك الكاس ديريه كامل تاع السمن وذايب وبارد، غير بالبينسو نبدا ندهن، يلا كامل في الاطراف في الوسط كامل. هذاك الكاس لازم تكمليه، فهمتوا الشيرات. الفرن مشعول على 180 درجة، إذا كانت عندك درجة عالية تاع 180 نقصي لها، خاطر كل واحد والفرن تاعو. فوالا هنا بعد اللي دهنتها تدي ساعة وربع. إذا خفتي تكون النار زايدة ديريها على 170 درجة، تدي ما لغالب ما نجمش نصور كامل. فوالا كي تحمر من التحت تشعلينها من الفوق، دي تحميرة تخرج من كيلو عسل وكاس، تدي خليتها هنا ليلة كاملة وهي تتشرب، ومن بعد قطعتها وراكم تشوفوا في النتيجة. العجينة مقرمشة، شوفوا الحشو طري شا نحكي لكم، شهي تخيتي غير في الجنة. قلت لكم غير تجبدوها تمتم، عسلوها وخليها تتشرب، بالكم ترجعوها للفور وهي حامية، ما ترجعيش خليها على برا، لخاطش الا رجعتي وهي معسلة غادي يبس عليه هذاك العسل، يطرى ومن بعد يعسل تجي معجنة. بالكم هذه التدابير زعما كاع تدوم بعين الاعتبار. خليها فوق الفور في نورمال في بلاصه هكا، وعسليها وخليها تتشرب غايه ليله كامله. شوفوا كي جات مورقه وبنينه. نتمنى الوصفه راهي عجبتكم، وجربوها شي ما غاديش تندموا فيها، راهي بزاف ناجحه وسهله بالبزاف. دمتم في رعايه الله وحفظه، تحياتي كامل لكم، سلام خير.